بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ او يا رجوله عامل ايه؟ اديني لايك، شير، سبسكرايب، اعمل الدنيا، روق الكلام. خش اشترك في القناه يا صاحبي. ما بتشتركش ليه؟ مادام ما تتفرج ما بتشتركش ليه؟ خش اشترك في القناه عشان في فيديو نازل بكره طحن، بس ده مش موضوعنا. لمحبين الالعاب بقى والحاجات الحلوه دي، بص يا باشا، فيديو على الرايق نازل يوم الجمعه، استناه. اشترك عشان تتفرج. واخد بال حضرتك انت ازاي؟ طيب نخش. اروس فيشر المدير الفني الجديد خلاص يا جماعه رسمي. النادي الاهلي ما اعلنش، لكن اروس فيشر المدرب السويسري او الصائد السويسري زي ما بيقولوا، الراجل اللي درب هيرتا برلين تقريبا. هيرتا برلين خد معاهم لقبين حاجه كده. يونيون برلين، انا اسف، هيرتا برلين ايه، يونيون برلين، وخد معاهم لقبين وحاجه. بص، عظمه العظمه. راجل ما بيقعد في النادي مثلا اقل واجب سنتين ونص ولا حاجه، ناس من اللي هي بتعمر يعني سكه كولر كده، اللي هو 3 سنين سنتين، فاهم؟ راجل بيعرف يجيب دوري، راجل مدرب جامد جدا. ولكن هي دي النقطه بقى، مش معنى ان السي في جامد قوي انه لازم ينجح معاك. فاهم قصدي؟ يعني مدرب جامد، مدرب جامد، محدش يقدر يقول حاجه. سي في قوي، سي في قوي، يعني حاجه كده. بص، يمكن اعلى من كولر كمان، يعني السي في اعلى من كولر بشويه حلوين، ده مقارنه قبل ما يجي الاهلي. طريقه تدريبه راجل هجومي زياده عن اللزوم يعني، وانت محتاج كده في الاهلي. فاهم قصدي؟ يعني انت طبعا هنعمل له فيديو تحليل بقى، واخد بالك، بالدنيا باللقطات بالصور، بس مش دلوقتي لما الاهلي يعلن رسمي. لكن من اخوك اهو، انا بقولها لك من دلوقتي. اروس فيشر السويسري هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وتقريبا هيحضر المباراه بتاعه الحرس تقريبا. حب اسمع رايك في الصفقه. اديني لايك، اشترك عشان فيديو بكره موت بتاع العاب. سلام.